طبعا نادي الزمالك النهارده طالع بيتكلم على تلميحات ان هو ممكن يلعب ماتش فاركو. الفكره يا جماعه، بس مش موضوع هلعب ماتش فاركو ولا مش هلعبه. هو الموضوع كله كان ان الزمالك لو خدنا بالنا عنده فترات كتير موقوفه بسبب انه عليه فلوس بره كتير. فدي كانت وسيله ضغط على الدوله وعلى وزير الشباب وعلى اتحاد الكوره ان هو يساعد نادي الزمالك ماديا. لما ما لقاش منها فايده قال لك هيبقى موت وخراب ديار. لو خدنا بالنا الفترات اللي فاتت كان كل ما يطلع ايقاف قيد للزمالك يتاخر يوم او يومين عبال ما اتحاد الكوره يعلن عنه. في نفس اليوم اللي حصل فيه التاتش بين الزمالك واتحاد الكوره في ماتش القمه، وخلاص ان الزمالك قرر ان هو مش هيلعب الماتش والموضوع منتهي وطلع البيان. طلع في نفس اليوم مساعد فيريرا، الغرامه بتاعته ممكن تكون مبلغ ملوش لازمه، بس الغرامه دي ادت لوقف القيد. $14,000، $15,000، 50 100 ايا كان المبلغ، سببها وقف قيد. معناها ان انت خلاص حتى التعاطف اللي كان معاك والتأييد اللي كان معاك من اتحاد الكوره من المسؤولين ان انت نادي كبير وكل حاجه، فانت محتاج دعم، محتاج ان يترمخ لك على جوابات، محتاج ان ممكن نساعدك نديك فلوس ازيد من حقك، ما ندفعكش الغرامات وايجارات الاستاد ومصاريف الحكام. كل الكلام ده مش هتلاقيه الفتره الجايه. عشان كده الزمالك مش بمزاجه بل غصب عنه، كل اللي بيقول لك الكرامه ومش الكرامه بل غصب عنه الزمالك هيلعب ماتش فاركو، لان مش هيبقى موت وخراب طيار. الزمالك لو ما لعبش هيبقى كده تحت، وساعتها مش هيبقى في حل. هتحل ازاي؟ انت راجل انسحبت من ماتشين فيهم خساره، ماتشين 6 نقط وهيتخصم منك 6 نقط، محتاج ايه تاني؟ انت دلوقتي يعتبر متساوي مع الاسماعيلي في الترتيب. حط عقلك في راسك تعرف خلاص. سلام.